عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الفيديو تاع اليوم يلقاكم بخير وعلى خير بصحة وعافية. اليوم أحبائي المشتركين طلت عليكم بوصفة صيفية بامتياز فيها كامل المعايير اللي يحبوها قاع الناس، يعني وصفة سريعة خفيفة وبنينة، والأحلى ما فيها أنها اقتصادية خالية من أي لحوم. إن شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها وتردوا عليا في التعليقات، واللي مازال ما اشتركش يتفضل يشترك ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. نمر مباشرة في طريقة التحضير مع المقادير. جبت مقلها درت فيها زيت الزيتون، انا نطيب غير بزيت الزيتون، ورميت فيها بصله كبيره في الحجم، كنت قطعتها حلقات كما راكم تشوفوا، وراني ندبل فيها غير بشويه. وباش زعما تدبالي بالخف انا توجور نزيد هذيك رشه الملح، هذيك الرشه تاع الملح هي اللي تخليها تدبل بالخف. هو ده هنا غادي نزيد رشه الملح، هاني درت رشه الملح ونقعد هكا ندي فيها ونجيب حتى تكتسب داك اللون الذهبي الشباب. ما نخليهاش تتكرمل حتى تولي بنيه، لا، غير تكتسب داك اللون الذهبي قد لي تدخل لها هذيك البنه كما راكم تشوفوا. هذا هو اللون، تدخل هذيك البنه تاع التكرميله ميم با. ثم نزيد هنا درت 2 حبات فلفله خضرين وحبه فلفل حمراء و2 طماطيشات، كلشي قطعته مربعات، وكلشي كنت موجدته من قبل باش ما هكا ما نقعدش نطول عليكم في الفيديو. ثاني هما رميتهم مع البصل ونبدا نقلي كل شيء حتى يدبلوا لي شويه الفلفل والطماطيش. ما غاديش نطيبهم 100%، يدبلوا شويه، قولوا هكا واحد ربع ساعه، من بعد نطفي عليهم. هنا تبلت فقط بالفلفل الاحمر، ملعقه صغيره تاع فلفل احمر حلو، ونصف ملعقه صغيره نتاع الفلفل الاسود التفاوح. اكتفيت بهاد لي 2 زيبيس فقط في هذه المرحله. شوفوا هنا راه شويه بدا يدخلهم الطياب. ولا صدقوني هاد الوصفه رائعه في هاد الصيف هذا، ما يليق معنا. عندنا الخضر الموسميه كما الفلفل الطماطيش البصل، والمنزل الجزائري ما يخلاش من هاد المكونات، وراهم الحق راهم الثمن تاعهم راهم في متناول الجميع، الناس قاعد تنجم تقتنيهم. هنا غادي نزيد نتبل بنصف ملعقه ولا ربع ملعقه صغيره نتاع الفلفل الحار، الفلفل الحار المدقوق. هذه خطوه اختياريه، اللي يحب الحار يدير واللي ما يبغيش ما يديرش. والتكتوكه انا تبان لي كاع الناس تبغيها محرحره. هنا غادي نغطي على هذا الخليط ونقص شويه للغاز ونخليهم واحد ربع ساعه ونطفي عليهم. قلت لكم ما يطيبوش 100%. شوفوا راه عاد هكاك داك الفلفل يبان وداك البصل يبان، ما دابوش 100%، راهم عاد يبانوا في المقلاة. دروك نمروا للمرحله الثانيه. جبت اناء وحطيت فيه هذا الكابويه، درت واحد 3 حبات ولا 4 تاع كابويات متوسطين الحجم، فوتهم في المبشره المتوسطه، ما درتهمش في الخشينه وما درتهمش في الرقيقه، وبشرتهم بهذه الطريقه.
وضفت عليهم هذاك الخليط نتاع الفلفل وطوماطيش والبصل اللي كنت ديجا طيبتهم. اللي ما يحبش الكابوريا يقدر يبدلها البطاطا يبشرها. واللي يبغي يعزز الذوق باللحم ينجم يدير ربع صدر دجاج ولا لحم مفروم الاحمر ولا التونه. انا اكتفيت في الحقيقه غير بالخضر. كي خلطت هذاك الخليط راني نضيف البيض. درت انا 4 حبات بيض على حسب الخليط. وكاس ونص نتاع كريمه طازجه كات فوماج. اللي ما عندوش كريمه طازجه يدير الحليب ماشي مشكل. ملعقتين طحين ولا فرينه. كيس خميره كيميائيه. ونبدا نتبل بالتوابل السحريه نتاعي. عندي هذا تابل الشواء ملعقه صغيره. تابل الشاورما بذوق الشواء. ملعقتين صغار نتاع الثوم المجفف. ما عندكش ثوم مجفف دير 2 فصوص ثوم. وتابل الدجاج الممزوج بالاعشاب بلة ولا اروع. ونخلط الكل. يعني هذا التوابل انا ما نستغناش عليهم. يمدوا واحد لوغو روعه. هادو لو كان طيبتهم مع التكتوكه في الاول الذوق تاعهم يروح. هادو ينداروا على البارد. تقدري تستعمليهم في كامل الصلصات الحمراء. وفي الاخير درت اون بواني تاع فروماج. هذا غودا ولا تشيدا ولا موتزاريلا ولا اللي عندك. درت غير اون بتيت بواني يعني كمشه. ودروك غادي نجيب صينيه اللي تدخل الفرن. هاد البلاطو فيه 30 على 40 سنتيمتر. غلفته بورق الطبخ. هذا بابي سولفوريزي. وغادي ندهنو بالقليل من زيت الزيتون كما راكم تشوفوا. ونبدا نمسح كامل الوجه نتاع الورق بالبانسو هكا. ونجيب الخليط نتاعي ونفرغو في هذاك السني اللي غادي يطيب في فرن مسخن على 180 درجه لمده من 30 حتى 35 دقيقه. بيان سور كل واحد والفرن تاعها. بصح ما غاديش يطول في الطياب خاطر هادو الخضر ديجا البصل والطوماطيش والفلفل راه ديجا داخلهم الطياب. كما تعرفوا الكابويه تاني ما فيهاش العمر بالخف الذوب. نسويها كامل وندخلها الفرن. وانا هنا ما نديرش الجبن مبشور حتى كي طيب. كما راكم تشوفوا هذه طابت. دروك غادي نرش عليها تاني رشه نتاع اون بواني تاع جبن مبشور وندخلها. نشعل عليها من الفوق كلكو سكوند قد لي تدي هذاك اللون الذهبي الخفيف ونخرجها. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها وتدعيو لي بالخير ان شاء الله. ونأكد لكم بلي الدراري غادي يحبوها وما يفيقوش باللي هذه كابويه. ما نعرفوا بلي الدراري تاعنا ما ياكلوش الخضر بصح بهذه الطريقه غادي ياكلوها وما يفيقوش بها. وما بقى لي غير نقول لكم تهلوا في رواحكم وتهلوا في صحتكم ونتلاقاو في وصفه قادمه ان شاء الله وتبقاو على خير.